عسلامة ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة. اليوم حبينا نحكيو في سؤال قاعد يتطرح وبقوة، اللي هو يقول لك أنا قررت باش نهاجر، أما مانيش عارف شنية الوجهة اللي باش نهاجر لها. باش نجاوب على السؤال هذا يلزمك ديجا تجاوب على عدة أسئلة أخرين، خاطر تدخل فيها عدة عوامل. نجم نقولوا السؤال الأول اللي تنجم تسأله روحك: هل أنت صاحب صنعة أو صاحب شائد؟ أنت عندك حرفة في ديك، عندك صنعة، وإلا عندك شهيد معناتها قاري عامل جامعة بعد مثلا خادم في وظيفة، وإلا خادم كمهندس، ولا هذه أول حاجة يلزمك، أول سؤال يلزمك تجاوب عليه. ثاني سؤال: هل أنت صاحب عائلة أو أعزب؟ أنت معرس، عندك صغيرات، وإلا ما زلت سيليباتير عازب، ما في جرتك شيء، ما عندك حتى شيء. بالنسبة للعمر ما نحكيوش عليه، خاطر أنا بالنسبة لي أنا عامل العمر ما هوش عامل العمر، جوست مكتوب في الأوراق حسب الأهداف متاعك وحسب طموحاتك. السؤال الثالث اللي ينجم يطرح: شنو طموحك من الخروج؟ انت شنو تطمح؟ تحب تخرج بدون رجعة؟ انت باش تخرج تكمل تعيش حياتك البرة لآخر الحياة، أو جوست تحب لعدة سنوات وبعد ليك ترجع مثلا مشروع استثمار، حاجة كما هكاك. دونك هذوما أهم 3 أسئلة تنجم تجاوب عليهم. أما اللي نحب نقوله لكم، أول حاجة، أول نقطة باش نكونوا متفاهمين فيها الناس الكل، اللي هي الغربة غربة مهما كانت البلاد، سواء عربية إسلامية، سواء غربية أمريكية، اللي تحبوا أنتم، راي الغربة هي غربة. هات نبدأ لكم من منطلق كندا. علاش؟ خاطر البلاد اللي أنا مقيم فيها. هات نبدأ نحكيو على الإيجابيات والسلبيات. وعلى فكرة أنا تعرضت لسيتواسيون كما هكاك قبل ما نجي لكندا. كنت بين خيارين: أنه نجي لكندا وإلا نمشي لفرنسا. الحقيقة شنو عملت وقتها؟ في الوقت هذاك دخلت بطبيعة الحال على اليوتيوب، على الانترنت، شفت، حكيت مع صحاب، أما في الأخر والأخير راهو القرار باش يكون لي أنا ولا أنتي بطبيعة الحال اللي قاعدة تتبع فيها. الخيار في الأخر أنت هو اللي باش تتحمله، وأنت اللي باش تتحمل تبعاته بعد ديك. خاطر لفات خرجت سي ما أنت ما قاش تجم ترجع ولا تبدل، اللهم تجم تبدل. أما بعد ديك شنو عملت في الوقت هذا؟ عملت جدول تابلو حطيت فيه الإيجابيات والسلبيات متاع كل بلاد، وأنا شنو حابب، شنو طموحاتي، شنية كما حكينا من الأول. لازم نطمح باش نقعد على طول، لازم باش نطمح. هذه هي أول سؤال وحبيت أجاوب عليه من خلال التابلو هذا. خليني نحكي. أنا نبدأ بكندا اللي أنا توا فيها. شنو قلت وقتها؟ كندا شنية أهم حاجة في كندا؟ معروفة عند العباد الكل، اللي هي الأوراق متاع كندا. قلكم من تو سهل كان قارنوها مع الأوراق في أوروبا. تحقيق الأوراق في كندا أسهل برشا وما تشدش برشا وقت. معناتها أنت كان تجي لهنا بإقامة دائمة، في ظرف 3 سنوات تصب على الجنسية ويعطيوها لك، ما فما حتى مشكلة. كان تجي مثلا إقامة مؤقتة، دونك نجم نقولوا في ظرف 5 سنوات وتصب وتاخذ الجنسية متاعك. هذا ديما نحكيو على الحد الأقصى. هذه أهم حاجة. بالنسبة للإيجابية الثانية اللي هي الحقيقة بلاد كالم هادئة، ما فيهاش برشا فوضى، معناتها تخدم على روحك، تروح تساعد برشا اللي عندهم عائلة. معناتها الأمن مستدب لهنا، ما فماش مشاكل، ما فماش كالمافيات وكذا. ونجمو نحكيو على موريال مثلا، أما بخلاف موريال راهو الحياة هونية يطيب فيها العيش الحقيقة، معناها ما فيهاش حتى مشكلة بشهادة الجميع. شنية الإيجابية الثالثة؟ الإيجابية الثالثة اللي نجمو نحكيو عليها اللي هو الطبيعة.
لهنا الحقيقة الطبيعة حاجة من وراء العقل تبارك الله، كيما نشوفوا على الانترنت معناتها الخريف الفصول هنا تعيشهم بحلاوتهم، الشتاء بالثلج، الربيع معناتها يبدا يذوب هكا الثلج هذاك، ومن بعد الربيع يبدا هكا الشجر يبداو يخضروا، ومن بعد يجي الصيف ولا يسخن شويه بالعامل نتاع الشونجمون كليماتيك هذا او التغير المناخي بالعربيه، وبعد يجي الخريف بالاشجار يتبدلوا هيك الالوان وكذا، ويبداو يتساقطوا الاوراق نتاع الشجر. معناها الحقيقه حاجه تحفونا برشا. واللي يحب اللي مغروم بك لي روندوني، واللي مغروم بالخروج في الطبيعه، اللي يحب يعمل المارش، اللي يحب يعمل البسكله، اللي يحب يعمل لي زاكتيفيتي هذوما، دونك الحقيقه حاجه تحفونا برشا. نحكيو على السلبيات. بالنسبه للسلبيات شنو ما انا عايش لهنا معناتها، اما بون باش نحكي لك انا قبل ما نجي لهنا ما كنتش نعرفهم السلبيات هذوما باش نكون واضح معكم، اما السلبيات عرفتهم حيني لهنا، وهذاك علاش حبيت نعمل الفيديو هذا باش نسهل للعباد اللي تطرح في السؤال هذا ديما هكاك تولي عندها المعلومه في فيديو واحد، ما يقعدش يلوج من فيديو لفيديو. السلبيات لهنا انه الحياه الحقيقة تجم تكون مملة شوية للبعض، اللي متعود بالخروج، اللي متعود بالقهاوي، اللي متعود كل مرة يتعشى في مثلا في مكان ولا حاجة، لأنها مملة. تخدم تقوم 7 متاع الصباح، تشد 8 للنص النهار، عندك ساعة فطور 5 تروح على روحك. لهنا بيكونوا علاش معناتها تنجم تقول لي الريتم هذا موجود في العالم الكل، اما لهنا عالم اخر. لهنا ال5 الدنيا كل تسكر، معناها انت وقت اللي تكمل الخدمه ديجا باش تلقى كل شيء مسكر، معناتها كل شيء سيء وكملنا وتشد دارك، معناتها بلغه اخرى ما عندك وين تمشي. وحاجه اخرى زاد لهنا المجتمع الكندي ياكل معناتها يتعشى بكري برشا، يتعشى بين 5 و7 ويرقدوا 8، معناها الحقيقة معناها فيسا معناها تكمل انت الخدمة كهو تروح تتعشى تشعل تشوف نتفليكس ولا تتفرج على حويجة في التلفزة والسلام عليكم، ترقد وتعود تقوم. حياة مملة. اللهم تمشي تدخل تصنع جوك، تعمل سال دو سبور، تعمل شوية سبور هكاك تجم تصنع حياتك. هذه السلبية الكبيرة اللي هونية علاش العباد هذه شنو تحس معناتها رتابة ولين تولي مملة وكمل بعيد على العائلة وفارق التوقيت، يعمل حتى شوية لديبريسيون معناتها، فهمت؟ دونك واحد يحاول يزمو قبل ما يجي لهنا يزمو يكون عارف السلبية الكبيرة هذه حاجة ثانية انه في الشتاء الدنيا تظلم بكري، تظلم 4 متاع العشية سي ظلام، ولات ليل 4 ليل سي، معناها تخيلوا انتم من 4 ل7 متاع الصباح ليل. صعيبة شوية الحقيقة للنفسية اللي نفسيتهم ضعيفة ولا يتوحشوا ولا صعيبة شوية. اما راو هذه واقع، هذه الواقع، اما نجمو نتغلبوا عليه كما قلنا بالليزاكتيفيتي، تشوف كيفاش تصنع جو. هذه السلبية الأولى. السلبية الثانية اللي هي البعد، الحقيقة البعد بعيدة، معناها كندا العباد الكل تعرف اللي هي بعيدة، ماهيش كيما أوروبا مثلا تحب تاخو حتى طيارة شارتير معناتها رخيصة. أول حاجة تهز فاليز باجاجما وتنطلق تقصد ربي. لهنا يحب لك بالإسكال، ولا كان فول ديريكت معناتها تاخذها على تونسير تتكلف غالية وبرشا وقت، 8 سوايع معناتها احنا نقولوا 8 ساعات من كندا من مونريال لتونس، اللي هي مدة طويلة. كان بالإسكال تزيد الإسكال وتزيد كذا معناتها يحب لك على الأقل كي تجمعهم الكل يحب لك 13-14 ساعة. كان هذا إسكال صغير. نجمو نحكيو على قيمة التذكرة معناتها نتاع الذهاب. تذكرة ما نجمو نقولوا ماهيش لا مجال المقارنة مع الدول الأوروبية على خاطر بعيدة، دونك باش تكون باهظة الثمن معناتها غالية. على الأول يمكن ما كيفاش تحس علاش كانك مثلا جيت سيليباتير ولا جيت مثلا انت ومرتك كهو
بون سي بون سافا معناتها تنجم تقول نجم يمشي. اما وقتاش تولي تحسها؟ وقت اللي تولي عندك عائله متكونه من 3 ولا 4 افراد، تولي تحسها كتذكره، تولي باهظه بالباهي، عباره انت اللي باش تكونوا معناتها لمده عام كامل وتخبيه وتقتصد على حساب برشا حاجات اخرين باش تلقى روحك باش تدفع جوست باش تروح لبلادك معناتها. هذه السلبيه الثانيه. بون السلبيه الثالثه الثلج حاجه جديده علينا بصفه عامه معناتها الدول العربيه الكل ما احناش مستانسين بالثلج. دونك كي باش تجينا هنا باش تكتشف الثلج الحقيقه انا ما ريتوش عائق كبير ياسر. علاش؟ خاطر كي تقوم الصباح تلقى معناتها الكياس معناتها ممسوح وتجم تقصد ربي تخدم على روحك. اما المشكله انه يلزمك تنظف الكرهبه نتاعك من الفوق معناتها، يلزمك تنظفها، يلزمك تتلها بها، فهمت؟ دونك باش تضيع على الاقل هيك نص ساعه غير ربع وانت تنظف الكرهبه، وهذا كما وحلتلكش في الثلج. اذا يلزمك تكون من الاول عامل له حساب، وبشوي واحد يتعود بيه. الحقيقه انا ما نشوفوش عامل سلبي كبير برشا. بون اما العباد الكل تحطوا في الخانه السلبيه، ما تسالش تحطوه في الخانه السلبيه. ما بالنسبه لي انا ما نشوفوش الحقيقه عائق كبير ياسر. الحاجه الرابعه اللي هي تو بدات تظهر اللي هي قله الخدم. تو الحقيقه في السنوات الاخيره كندا نحكيهم بعد الكورونا حلت بيبان على مصراعيها. اش معناها حلت البيبان على مصراعيها؟ معناتها تجي حتى فيزا توريستيك معناتها فيزا نتاع سائح وتنجم تقعد لهنا تبدل. العباد جات هاد شاشيتك هاد صباطك، العباد الكل صبت لهنا، العباد الكل ربي يعينها ان شاء الله. اما اش صارت مشاكل من الناحيه هذه، كل شيء غلا، سكن ولا مابقاش فما، صارت انفلاسيون كبيره ياسر، والخدم قلت بطبيعه الحال على خاطر العباد الطلب ولا اكثر من العرض. تقلب معناتها التريونغل، تقلب المثلث، تقلب كومبليتمون السيتواسيون، تقلبت 180 درجه. لهنا قبل كانوا يحكيوا على كندا انه موجود فيها الخدم، توا الحقيقه ولات تقل فيها الخدم. هذه سلبيه، اما باذن الله باش تتحل. بون هي تو نفتحوا قوس صغير. الدوله قامت مؤخرا بإيقاف تراخيص سواء للبيرمي ديتود معناتها تراخيص للدراسة وتراخيص للعمل. نقصت تراخيص الدراسة بنسبة 35%، وتراخيص العمل نقصت، ما حطتش النسبة أما نقصت بنسبة كبيرة برشا. الحقيقة نجم تقول لي ما للواش كندا، أنا نقول لكم ما ينجموش يقعدوا بالحاجات هذوما لمدة طويلة برشا، ما ينجموش يقعدوا بالريستريكسيون هذوما لمدة طويلة. علاش؟ على خاطر كندا مبنية على المهاجرين. كندا دولة مبنية على المهاجرين، ما تجمش تعيش بلاش مهاجرين. معناتها يمكن باش يطبقوها لمدة عامين، أما بعديك باش يعاودوا يحلوا البيبان على مصراعيها. هذا كونوا متأكدين. دونك كل واحد يبدأ يحضر في روحه من تو. هذا قوس ونغلقوه، خاطر برشا عباد حكيت فيه وتجموا تشوفوا على اليوتيوب. أما بإذن الله أنا نطمنكم أنه الحكاية هذه باش تقعد حكاية عام ولا عامين، وبعديك باش ترجع كما كانت بإذن الله. السلبية الرابعة اللي هي مثلا كانك تجي لهنا مهندس ولا طبيب ولا هذوما معناتها الخدم كيما نقولوا الريغليمونتي في كندا، يلزمك تعمل ليكيفالونس ويلزمك تعمل الانسكريبسيون، يلزمك تكون انسكري في الاوردر كونسيرني. معناتها كانك انجينيور في الاوردر دي انجينيور، كانك طبيب في الاوردر دي ميدسان، كانك افوكا في الاوردر دي افوكا. دونك هذه تتطلب برشا وقت، برشا جهد، وخاصة برشا فلوس زاد وبرشا صبر. دونك هذه لازمكم تاخذوها بعين الاعتبار. مش معناتها كي باش تجي ماكش باش تخدم، لو تنجم تخدم. تو ان شاء الله في قدم الايام تو نعمل فيديو على بحكم اني مهندس، تو نعمل على الاوردر دي انجينيور كيفاش مريت بالمراحل الكل وكيفاش بديت نخدم قبل ما نكون انجينيور. معناتها راهو حتى شيء ما هو صعيب، تنجم تبدا والفيدا دي تكون عندك العزيمه وتنجم توصل باذن الله في الاخر. دونك هذوما الحاجات بصفه عامه اللي حبيت نحكي لكم عليهم على كندا. ملخص
معناتها بسرعة كبيرة باش ما يكونش الفيديو طويل وممل، أما أعطيتكم الزبدة، معناتها أعطيتكم شنو المهم والأهم. تو باش نرجعوا للأسئلة اللي سألناهم من الأول، باش نحاول كيفاش نرشد اللي يسمع فيا تو، كيفاش نمهد له الطريق باش ياخذ القرار الصحيح بإذن الله. نرجع للسؤال الأول، قلنا هل أنت صاحب صنعة أو صاحب شهادة؟ خويا ولا أختي، كانك صاحبة ولا صاحب صنعة، الحقيقة كندا أنا نشوفها من أحسن الوجهات عن تجربة. نشوف لهنا في برشا عباد الحقيقة اللي جاوا لهنا بصناعتهم ديريكت دخلوا لسوق الشغل وراسهم مرفوع. معناتها علاش؟ على خاطر لهنا اليد العاملة مطلوبة ومطلوبة جدا. احكيو على اليد العاملة، شكون؟ حلاق، حدادة، نجارة، et surtout les mécaniciens. دونك هذوما بون لي سودور اوسي، هذوما بصفة عامة معناها اللي يطلبوهم أكثر. كانك صاحب صناعة، نعاود راهي كندا من أحسن الوجهات، وزادا يخلصوا بالساعة لهنا. دونك الساعة متاعه باش تكون بطبيعة الحال غالية، وحتى لو كان مش كيف معناتها مش كيما نخدموا في بلداننا كيما نخدموا لهنا، بشوي تتعلم ومن بعد تنقز تمشي لبقعة أخرى تو السالير متاعك يطلع. معناها الحقيقة لهنا كانك صاحب حرفة ولا صاحب صنعة، ما غير ما تخمم راهي كندا هي أحسن وجهة. كانك صاحب شهادة الحقيقة لهنا يلزمك، كانك صاحب شهادة يلزمك نفس طويل. كانك قررت تجي لكندا يلزمك تكون عارف روحك على شنو قادم. كانك كنت تخدم مهندس مثلا في تونس ولا في المغرب ولا في الجزائر ولا في أي كانت البلاد اللي كنت فيها، راهمك باش تجي تخدم لهنا ديريكت مهندس. يلزمك هذه تحطها تحفرها في مخك، راك ماكش باش تخدم مهندس، راك باش تخدم مثلا تقني، باش تخدم أقل من المهندس. ما يمناش شنو، أما باش تخدم أقل من المهندس. راهو ممنوع منعا باتا باش تقول اللي أنا مهندس. هذه حتى في النفسية متاعك يلزمك تحضرها، هذه يلزمك تحضرها، خاطر تقول عادي من بعد ديك راهي تبدا تحسها، راك تحسها كي تخدم مثلا لمدة 10 سنوات في بلادك مهندس، ولا هنا تولي ما عندكش حق تستعمل كلمة مهندس، راهي ما يسهل. هذه كيف نطبقوا نفس الحاجات على المحامي، على الطبيب، على الفرملي، على مهما كانت، على الكونتابلي، المحاسب، على البنكاجي، على أي حاجة تتطلب شهادة وريغليمونتي، معناتها خدمة مقونة كما نقول، فهمت؟ في كندا أنا لهنا نقول الحقيقة، أنا تجم تشوف أوروبا اللي هي تستعرف أكثر بالشهائد متاعنا. أما الفرق هو أنه لهنا حسب اللي نشوف لهنا، نهارة اللي تعمل المعادلة متاعك ونهارة اللي تقيد في اللوردر راهو تولي موضوع آخر. لهنا الكورب كما نقولوا في الأوروب، تبعني بالبيه، في الأوروب تطلع على الأول تصورخ، في كندا تبدأ بشوي، بعد ليك راك في كندا راك باش تصورخ، وفي الأوروب باش تبدأ تستغني، معناتها باش تبدأ ستاب، فهمت؟ الكورب باش تولي ستاب. دونك على المدى الطويل راهي كندا خير بالنسبة للشهادة، على المدى القصير أوروبا خير. معناها بلغة أخرى، إذا باش نمشيو باش ننقز للسؤال الثالث، كانك باش تطول في كندا وانتي صاحب شهادة يجي لكندا. كان انت عندك بروجرام متاع 5-6 سنين وترجع لبلادك لغاية أو لأخرى، ماذا بيك تمشي للأوروب وإلا تشوف في الخليج؟ هذه هو. بالنسبة للسؤال الثاني، خلينا نتعدوا السؤال الثاني، هل أنت صاحب عائلة أو أحسن؟ كانك صاحب عائلة الحقيقة من وجهة النظر متاعي أحسن وجهة هي كندا. علاش؟ سبب بسيط اللي هو الأمن والأمان اللي موجود لهنا، ما هوش موجود في أوروبا. وإحنا كي نحكيو على أوروبا نحكيو على فرنسا وعلى ألمانيا، ما نحكيوش على بلدان أخرين. هيك هما اللي موجودين اللي طالبين. فرنسا نعرفوا شنو هي الوضعية،
وبالنسبة لألمانيا نعرفوا زيدا كيف شنو الوضعية، حتى مؤخرا قاعدين معناتها يرجعوا في بعض العباد أصلا معناتها حتى بوراقهم يرجعوا فيه. معناها الحقيقة كانك صاحب عائلة لهنا أحسن بقعة اللي هي كندا، لأن زيدا نجمو نحكيو على لي بارك، نجمو نحكيو على كل شيء بليش صحيح باش تخلص برشا تاكس، أما راهو فما الكونتر بارتي، فما هنا كل شيء موجود والحمد لله للصغيرات. كانك أعزب هوني نجم نقول لك 3 وجهات يساعدوك كندا ولا الأوروب ولا الخليج، 3 وجهات مادامك أعزب انطلق. معناها أما حط في بالك الخليج راهو الأوراق تنسيهم، خاطر ديما باش تقعد خدام وتروح على روحك. معناها بالنسبة للأوراق كندا تنجم تجي تعمل إسكال في كندا، تاخذ وريقاتك 5 سنين 6 سنين، ومن بعد ليك العالم محلول قدامك وتمشي تخدم وين ما تحب وين ما يساعدك. السؤال الثالث، شنو طموحك من الخروج؟ هذا هو اللي ساعة حكينا عليه. كانك تحب تخرج أخويا السلام عليكم في الأمان، هذه بلاد ما بقاش تتعاش وما بقاش نرجع بالكل يا أخويا. الحقيقة متاع ربي أنا نشوفها أنه كندا يعني حتى على المدى البعيد والطويل هي ستابل. صحيح مش تقول لي غليت مؤخرا، غليت برشا، غلاء فاحش، انفلاسيون، وهذه الكل راهو من الكورونا. معناها من الكورونا، وفما سياسات اللي هي خاطئة نوعا ما اتبعوها، يخلصوا فيها توا قاعدين ثاني وثالث، أما راهي قاعدة ترجع بشوية بشوية. وهذه قاعدين نلاحظوا فيه حتى في الأشهر هذوما أنه الانفلاسيون معناتها التضخم طاح برشا، وانعكس على الأسعار. أطول نحط لكم حتى الأسعار باش تاخذوا فكرة. هذه الأسعار نتاع الجمعة هذه، خطر لهنا في كندا كل جمعة يهبطوا الأسعار في المغازات الكبرى، أو قدامكم الأسعار تجموا تاخذوا عليهم فكرة وتقارنوهم بالدول الأخرين. قبل كانت صحيح، كانت حتى الأوروب أرخص من كندا، توا نتخيل كيف ولا حتى كندا أرخص وانتم تجموا تثبتوا مع بعضكم. بالنسبة للخليج نعرفوا الخليج اللي هو أغلى الحقيقة على المستوى المعيشي، أغلى برشا. صحيح يخلصوا مش ما ننكروش، يخلصوا خير، أما أغلى برشا. كانك تحب تقعد عدة سنوات، يعني تقول أخويا أنا نحب نقعد 5 6 سنين 7 سنين خويا ونرجع لروحي، نرجع لبلادي، عندي مثلا عائلتي، عندي بابا وامي، نحب نعمل مشروعي الخاص، خويا بلادي وانجرت عليا، خويا نرجع لبلادي. هذيك موضوع اخر. نجم تشوف مثلا اوروبا يكونوا فيها كما قلنا الساعه معناتها الكورب على الاول تكون طالعه بالباهي على الاول، بعدك تقعد استاجني. دونك انت تجم تمشي للاوروب والا تدبر شي كونترا في الخليج بعد ترجع. اما باش نعطيكم انا حاجه للعباد هذوما اللي تخمم انها ترجع. بالنسبه لي انا من وجهه النظر نتاعي احسن حاجه تجي لكندا، تعمل تاخذ الجنسيه نتاعك، كانك جيت اقامه دائمه 3 سنين، تاخذ ناسيوناليتي نتاعك، ومن بعد ليك الجنسيه، ومن بعد ليك بيبان محلوله قدامك، الخليج، اوروبا. حتى لو كان خممت نهار باش ترجع لتونس ولا قدر الله المشروع ولا اللي حلمت به ما تحققش، ما تبقاش الدنيا تسكرت واللي عملته كل خسرته. تبقى عندك الجنسية نتاعك، تعاود تجم ترجع تمشي لأي بلاد تحب عليها، خاطر الجنسية راهي هذيك باسبورك، معناها باسبورك للعالم، تجم تنطلق وتخرج وين ما تحب. أما تخاف لو كانك ترجع وانت ما عندك حتى شيء، خسرت كل شيء. احنا ماذا بينا شيء هذي حتى واحد ما يحبه في بالي. انت خرجت تحاول تضحي 5 6 سنين اللي هما بعدك على الاقل كي ترجع لبلادك، صحيح بالفلوس اما في نفس الوقت مع الاوراق. في الاخير ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدمناها. ان شاء الله بالفيديو هذا تكونوا توا نجموا تقرروا شنو افضل وجهه لكم انتوما لمستقبلكم، مستقبل عائلاتكم، ومستقبلكم زيدا المهني على جميع الأصعدة.
في الأخير راهو الخيار خياركم، راهو ديما واحد يستخير ربي سبحانه، وما فما كان الخير بإذن الله. ما تخافوش، راهي التجربة متاع الخروج من البلاد بالنسبة لي أنا من وجهة النظر متاعي راهي أحسن تجربة تجم تشوفها في حياتك، وتجم راهو تكتشف بها برشا حاجات، حتى الشخصية متاعك تصقلها وتتعلم برشا حاجات. ما نحكيش كان على المستوى المهني، راهو حتى على المستوى الاجتماعي تشوف حضارات جدد، تشوف عباد جديدة، تشوف مجتمع كيفاش قاعد تعيش، راك تعيش في داخله، مش كيما تمشي تعمل سياحة، كيما تعيش في داخل المجتمع هذاك وتعيش معاه بصباحهم بليلهم بماكلتهم بعشيهم بتصرفاتهم بمنطقهم بكل شيء معناها. دونك ربي يسهل لكم ان شاء الله. وانا ماذا بيا كان تزيدوا تسالوني اسئله اخرى حتى في التعاليق، حطوا اسئلتكم وانا باذن الله نجاوبكم. وكان نفس السؤال يتعاود نعمل فيديو اخر باش نجاوب على الناس الكل مع بعضهم. شكرا لكم مره اخرى، وما تنساوش عاد باش تحطونا لي جيم كان عجبكم الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم، وتبارتاجيوها لاصحابكم اللي معنيين بالهجرة ولا اللي يخموا في الهجرة. ربي يسهل الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.